بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معرفة الله. تكلمنا عن الأسماء والصفات بمعرفة الله، وإن احنا ندعو ربنا في الصلاة بالأسماء والصفات بتاعته. طيب، هنعرف ربنا منين؟ هنعرف ربنا من القرآن والسنة، من الوحي. الوحي عندنا عبارة عن القرآن الكريم والسنة. نحاول نقرأ القرآن الكريم. لو ما بنقدرش نقرأ أو مش متعودين، ممكن نعمل ورد سماعي يومي، إن احنا نسمع ونشغل القارئ اللي احنا بنحبه، نسمع كل يوم جزء بتمعن. هتلاقيك فهمت، ولأن الوحي بينزل على كل واحد فينا بمعنى معين غير التاني، لأن كل واحد فينا عنده ابتلاء غير التاني، فبتحس ان احنا بندخل جوه القرآن عشان ندور على حل للابتلاء اللي احنا فيه. فسماعك للقرآن دايما بتبحث عن حل للمشكلة اللي انت فيها، وهتلاقيه. فالوحي وكلامه بينزل على كل واحد فينا غير التاني، لأن الوحي بينزل يلمس وجع جوه كل واحد فينا غير الوجع اللي عند التاني، وبيلاقي حل من القرآن والسنة. طب السنة النبوية، نسمع للسيرة النبوية. في ناس كتيرة موجودين على اليوتيوب زي أحمد عامر، كان عامل كويس بطريقة مبسطة وكويسة، وغيره كتير. فإحنا وصلنا إن الرحمن الرحيم هو الهدف من حياتنا، إن إحنا نعبده بس. لو سألت نفسك انت مين من غير الشغل والوظيفة والإنجاز والفلوس والدنيا والأهل والصحاب، انت مين؟ مش هتلاقي إجابة غير ان انت عبد لله. ربنا خلقك حتى وانت صغير من غير حول منك ولا قوة، وقبلك على كده. حتى لو خلقك عندك إعاقة، لو انت مش كامل، لو انت وحش، لو انت حلو، ربنا خلقك وقبلك ومكرمك. انت مقبول بالعيوب اللي عندك، بكل حاجة عندك فيها انت مكرم. بالعكس، وانت كبير كمان انت بتخطئ بذنوبك، وكل خطاياك جايله، وهو بيتوب عليك وعايزك تتوب، ونفسه يتوب، وبيديك الابتلاء ده عشان تتوب وترجع له فيتوب عليك، لأنه هو الحكيم الرحيم. لو هنقول بشر وحيد كان رحيم وحكيم وعليم، بشر مين هو؟ هنرجع الأمر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بالك بقى ربنا أرحم منه وأحن منه وحكيم عليم أكتر منه. فخليك حقيقي مع ربنا، بلخبطتك بعكك بدوشتك اللي جواك. هو الوحيد اللي خلقك، هو الوحيد اللي عارفك. ادخل على ربنا بضعفك، لأنه خلقك ضعيف، وعارف جزعك، وعارف كل مشاكلك عارفها. وربنا خلق كل واحد فينا وعارف ايه مشاكله وايه علاجها. فادخل على ربنا واعترف بغضبك وشهوتك وضعفك وذنوبك أمام الله، وهتصلحها وهتقدر تصلحها، لأن انت كده كده مقبول. لما يجي حد يقولك أنا قبلك بكل عيوبك، فهتصلحها وانت مطمن وانت مبسوط. هي دي المعنى الحقيقي للتوبة، ان انت بترجع لربنا أنا مطمن ان ربنا